السلام عليكم. لو محتارين في الغداء او ما بتحبوش تقفوا في المطبخ كتير ودايما بتعملوا كفتة الفراخ بالطريقة التقليدية، جربوا الطريقة دي. سهلة وسريعة، مش تاخد منكم اكتر من 10 دقايق والنتيجة رهيبة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. عندي صدر فرخة، بصلاية كبيرة، عندي فلفل احمر واخضر حامي وبارد، عندي كمان معلقة من البابريكا، معلقة من البهارات المشكلة، معلقة من الجنزبيل، معلقة من الملح. كل الكلام ده هنضربه في الكبه، وبعد كده تكوني مجهزه صينيه دهناها، يعني مسحها كده مسحه زيت، وهتنزلي بالخليط بتاعك في الصينيه. وحاولي وانت بتفرديها يكون سمكها يعني سمكها رقيق، ما تخليهاش تخينه علشان تستوي كويس. وبعدين قطعتها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتكوني مجهزه الفرن على درجه حراره 200. هتشغلي لها نار من فوق ومن تحت لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده بقى تقدميها مع بصل مع مخلل. طريقه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش مننا اي وقت، والطعم رهيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم.